وهل السعادة دايما مرتبطة بالأشياء المادية؟ وهل شعور السعادة ممكن يكون دايم للإنسان؟ طريقة رؤيتنا للظروف اللي حوالينا هي اللي بتحدد سعادتنا. لما حد يبدأ يقارن حياته بحياة غيره، المقارنة عمرها ما هتكون عادلة، لأنك ظاهر لك جزء بسيط من حياته. تخيل الهدف اللي عايز توصله ده بيبي صغير، هل ممكن تسيبه من غير ما ترعاه وتهتم بيه؟ أهلا وسهلا بيكم في بودكاست طمأنينة. زمان واحنا صغيرين كنا بنستنى العيد عشان نفرح ونتبسط. بنتبسط باللبس الجديد والعيدية لعبة جديدة. كنا بنربط سعادتنا بأشياء بنشتريها، بمعنى إننا بنربط سعادتنا بالحاجات المادية. طب هل الكلام ده صح ولا غلط؟ وهل السعادة دايما مرتبطة بالأشياء المادية؟ وهل شعور السعادة ممكن يكون دايم للإنسان؟ قبل ما نجاوب على الأسئلة دي، تعالوا نتعرف يعني إيه سعادة. السعادة هي كل حاجة بتدخل الفرح والبهجة على النفس، وهي شعور بالرضا والراحة النفسية. وبالنسبة للسؤال هل السعادة مرتبطة بالأشياء المادية؟ الحقيقة لا، السعادة عمرها ما كانت مرتبطة بالأشياء المادية لما تشتري شيء معين. بس للأسف ده مفهومنا السطحي عن السعادة. السعادة دي شعور داخلي بنوصل، وبما إن قانون الحياة الأساسي هو التغيير في كل شيء، من أول تغيير الليل والنهار، تغيير فصول السنة، فسنة الحياة هي التغيير. السعادة عمرها ما هتكون دايما. بتقول مارثا واشنطن: الجزء الأكبر من سعادتنا وبؤسنا يعتمد على تصرفاتنا وليس ظروفنا. ظروفنا ما بتحددش إذا كنا هنكون سعداء ولا لا. طريقة رؤيتنا للظروف اللي حوالينا هي اللي بتحدد سعادتنا. دور على الجانب المشرق من حياتك. زي ما كلنا عارفين، لولا تضاد المعنى لما عرف للمعنى معنى. يعني كل شيء في جانب مشرق وجانب مظلم. ركز على الجانب المشرق في الحياة. أكيد وانتوا بتسمعوني هتقولي جانب مشرق ايه اللي في الحياة؟ أنا واحدة منفصلة عن زوجي، أنا اللي شايلة كل الحمل على كتافي ومش قادرة. أقولك أكيد ده خير ليكي. ممكن كنت تستمري في العلاقة وانت عايشة في نكد أو خيانة، وده أكيد هيأثر على صحتك النفسية وبعديها على صحتك الجسدية، لأن صحتك النفسية ليها تأثير مباشر وقوي على صحتك الجسدية. فبيكون احتمالية الأمراض أكبر بكتير لما بتكوني مضغوطة. فشوفي الجانب المشرق، إنك قادرة تدي لولادك حب وحنان، وإنهم جنبك وبصحة، وإنك عندك القدرة إنك تشتغلي وتعولي الأسرة، وإنك طلعتي من التجربة بأقل الخسائر. كل منع في الحياة في باطنه رحمة. ربنا قال في كتابه العزيز: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني أنت أو أنتي أو أنا بنكون كارهين الشيء، لكن رب العالمين بيخلي فيه خير كتير. الحاجة المهمة التانية إنك تركز مع نفسك وتركز على أهدافك وطموحاتك. تخيل الهدف اللي عايز توصله ده بيبي صغير، هل ممكن تسيبه من غير ما ترعاه وتهتم بيه؟ أكيد لأ. هو ده بالظبط اللي لازم تعمله، إنك تشتغل على أهدافك وتشوف إزاي تعرف توصل لها. محتاج منك شغل وسعي. على فكرة من أسباب السعادة إنك توصل لأهدافك، تعمل إنجاز. لما بتعمل إنجاز حياتك بيفرز هرمون الدوبامين في مخك، وهو المسؤول عن السعادة. عشان كده بنلاقي أكتر ناس عندهم سعادة اللي عندهم إنجازات كبيرة في حياتهم. وعلى فكرة مش شرط خالص الإنجاز يكون أهداف كبيرة زي ما بيتصدر لنا في الإعلام والسوشيال ميديا. يعني مش شرط تكون صاحب شركة براند. ممكن إنجازاتك تكون بسيطة، إنك تكوني بتربي أولادك كويس، ودي قمة الإنجاز. وممكن واحدة تانية إنجازها إنها بتعرف تعمل توازن في حياتها العملية مع الأولاد. كل واحد إنجازه من وجهة نظره وحسب ظروفه. في حاجة تانية مهمة قوي، المقارنات. إنك بتقارني نفسك بصاحبتك، ودت أولادها مدرسة إيه، معاها عربية شكلها إيه، جوزها بيعاملها إزاي، أو راجل يقارن نفسه بزميله إزاي وصل للمنصب ده وأنا لأ. في آية في القرآن بتقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. الآية دي فيها نهي عن المقارنات. النهي صريح، وفعلا دي حاجة مؤذية جدا للنفس. لما حد يبدأ يقارن حياته بحياة غيره، المقارنة عمرها ما هتكون عادلة، لأنك ظاهر لك جزء بسيط من حياته والجزء الأكبر هو دي أول حاجة ما بتكونش عادلة. الحاجة التانية واللي بتأثر على نفسيتك أنت شخصيا، إنك وقتها بتحس إن حياتك ناقصها كتير قوي، وإن كل اللي عندك ده ولا حاجة. هتبدأ تسخط عن الحياة، ودي أكتر حاجة بتحسسك بالتعس، هو عكس الشعور اللي احنا بندور عليه. في حاجة تانية مهمة جدا بتأثر بشكل قوي جدا على سعادتك: الشكوى
والمسؤولية. يعني إيه؟ يعني توقف شكوى، يعني توقف عن الشكوى وتتحمل المسؤولية. بلاش تلوم الظروف وتلوم الناس اللي حواليك، وتحمل مسؤولية حياتك بشجاعة. ربنا لما خلقك ميزك عن باقي الخلق بالعقل عشان تختار حياتك قايمة على اختياراتك مش الظروف. انت مهما كانت ظروفك صعبة فانت بتختار انك تواجه الظروف وتحاول تعدي المواقف الصعبة، او تختار انك تفضل تشتكي وتندب وما تغيرش شيء. في حاجة كمان حلوة جدا بتفرق جدا في النفسية، انك تتصل بالطبيعة. امشي في مكان فيه طبيعة، جناين، مكان فيه مية. ولو الأماكن الطبيعية بعيدة عليك، عيش أوقات في يومك في سكون عن طريق التأمل، اليوجا، التنفس العميق. كل الحاجات دي بتهديك جدا وبتعمل تواصل مع روحك وذاتك وتفرز هرمونات السعادة. امتن لربنا ولنعمه عليك. كلنا حياتنا مليانة نعم. كل يوم يعدي قبل ما تنام اكتب 3 حاجات ممتن ليها في اليوم. صدقني الامتنان من أهم مسببات السعادة، مش بس بيفكرك بنعم ربنا لكن كمان بيخليها تزيد. في حاجة كمان وهي من أكتر الحاجات اللي بتأثر عليك وتغير حالتك المزاجية وتغير مودك ويستمر الإحساس ده لوقت كبير، هي مساعدة الناس، أو إن أنت تعمل خدمات لحد، إن أنت تخدمهم في أعمال خدمية، منظمات، أو تخدم شخص محتاج، أو تدي للفقراء تبرعات مالية، أو أي حاجة أنت مش محتاجها تتبرع بيها. المساعدات والتبرعات بتأثر تأثير قوي جدا على إفراز هرمونات السعادة. جرب النهاردة ودي محتاج فلوس أو حاجات أنت مش محتاجها، أو حتى نصيحة لأي حد محتاج نصيحة، وشوف إحساسك وشعورك وقتها. فعشان ما أطولش عليكم، السعادة الحقيقية بتكون جاية من الداخل ومن تقبلك للواقع بتاعك ورضاك بيه. في النهاية مبسوطة جدا لوجودي معاكم، وأتمنى تكونوا استفدتم، وأتمنى لكم جميعا السعادة والطمأنينة، وتعيشوا دايما بقلب مطمئن. ولو حد عنده استفسار أو أي حاجة يكتبها لي في الكومنتات، وأنا أكون مبسوطة إن أرد عليكم. أشوفكم على خير.